كان عندك فرصة انك تنسحب مرة واثنين وثلاثة، بلاش. اخر واقعة لي سنة 2010 كان عضو لجنة تقييم الاداء الاعلامي لانتخابات مجلس الشعب 2010 اللي ظهرت في التلفزيون المصري انها الانتخابات الحرة النزيهة، الانتخابات التي لم يتم فيها اي تلاعب، واللي النهاردة بعد ما قامت الثورة تم حل مجلس الشعب وتم حل مجلس الشورى لانهم نتجوا من انتخابات مزورة. طيب على حال محمد واحمد، انا معايا في اتصال هاتفي ينضم الينا اعلامي اخر الزميل ابراهيم البيك مقدم برامج في اذاعه صوت العرب. ابراهيم اهلا بك. ابراهيم تسمعني؟ ابراهيم اهلا بيكم. انت بالنسبة لك ايضا من ضمن من يؤيدون يعني اقالة سامي الشريف، يعني كما يطالب اخرون في قطاع الاذاعة وفي قطاعات اخرى في اتحاد الاذاعة والتلفزيون ام لا؟ ممكن توضح؟ نعم، يعني اعتقد ان دي مطالب مشروعة للاعلاميين في اتحاد الاذاعة والتلفزيون. يعني قبل ما اتحدث في اي شيء، سؤال مهم الا وهو هل يمكن ان يختار احد الاعلاميين لتولي منصب وكيل كلية الاعلام مثلا؟ وهذا لو حدث اعتقد انه فعلا وضعنا الرجل الصحيح في المكان المناسب. لدينا متخصصين في كل المجالات، وبالتالي اطرح سؤال اخر او تساؤل اخر، يعني هل يمكن ان يختار احد الاعلاميين المتخصصين في الاقتصاد لتولي منصب يعني بوزارة المالية، او احد المتخصصين في الزراعة لتولي منصب في وزارة الزراعة؟ يعني اعتقد ان الصورة وضحت دلوقتي. طيب على اي حال لماذا يأتوا لنا بأساتذة الكليات ولو حتى المتخصصين في مجال الاعلام وينصبوا علينا رئيس اتحاد بغض النظر عن كونه كويس او وحش؟ انا قلت ده قبل كده وهقوله مرة ثانية واوجه كلامي للسيد رئيس الوزراء، يعني عندما تريدون اختيار رجل دولة في اي المجالات فاختاروا من رجال اتحاد الاذاعة والتلفزيون، بل الاكثر من ذلك لو اردتم تشكيل حكومة كاملة اختاروها من عندنا بالاتحاد. طب معذرة ابراهيم اسمح لي بالمقاطعة. معروف عن مسيره قبل فترة طويلة ان بيتردد كلام واقاويل كثيرة عن ان دايما القيادات بيدور حولها يعني علامات استفهام فيما يتعلق بالكفاءة، فيما يتعلق ب يعني حرصهم على تطبيق العدل وما الى ذلك، وبالتالي الصورة الذهنية المأخوذة عن من هم في مسبيره لدى يعني أولي الأمر في مصر هي صورة يعني ليست صحيحة وليست سليمة ولا خالية من الشوائب. يعني اعتقد انه قطاع الاعلام عموما احد القطاعات الموجودة في الدولة، وبالتالي يبقى يعني يمكن ان يسري عليه ما يسري في قطاع الدولة كله. يعني الفساد المالي والاداري موجود واضح وما زال. يعني يعني احنا طلباتنا واضحة، و يعني مش عايز اقول ان احنا اعتصاماتنا في التوقيت ده بالذات ما لهاش لازمه، لكن يعني اهم ايجابيات هذه الثوره المصريه العظيمه هو رجوع الروح الحقيقيه للمواطن المصري، روحه المواكبه لهذا العصر، القادر على تولي المسؤوليه بدون خوف، بحريه كامله، يعني القادر على تخطي كل العقبات والعبور لبر الامان. طب اسمح لي ابراهيم، اهم مطالب الاعلاميين المشروعه. اظن انه بعد ظهور كم الفساد الكبير في قطاعات الدوله، وطبعا في المقدمه قطاع الاعلام الذي كنا نعمل فيه على مضض مثلا على سبيل النهارده 14 في الشهر لم تصرف حوافز هذا الشهر، رغم كم المبالغ الضخمه التي سمعت بها والتي كان يتقاضاها بعض الاعلاميين من الخارج، وهي نقطه مهمه جدا. لقينا نفسنا مسؤولين من الخارج ومن الداخل، صحفيون، ممثلون، رياضيون يعملون كمذيعين داخل الاذاعه، واحنا تركنا على الربط. يعني فساد مالي واداري. ما نريده هو يعني مطالب مشروعه، نريد رئيس اتحاد من داخل الاتحاد، نريد قيادتنا مننا ويتم تغييرهم، او من تثبت ادانتهم في قضايا فساد وهم كثر. نريد تفعيل القوانين معمول بها في الدولة، نريد لائحة للأجور موحدة للاتحاد، نريد نقابة تمثلنا. يعني طيب نعم. ابراهيم، يعني استمع احمد ربما ليه تعليق او اضافة على كلامك. يعني الزميل احمد نايم من اذاعة الاغاني. يمكن المشكلة مش مشكلة مادة قد ما هي مشكلة حرية اعلامية.
يعني مش عايزين نحصر الموضوع في ان احنا الفلوس متاخره. الفلوس الدوله كلها متاخره بالمناسبه، مش احنا بس. لكن هي المشكله مش مشكله فلوس، مشكله ان احنا محتاجين قدر من الحريه. يعني النهارده طرح سؤال لطيف جدا في لقاء في الصبح، قال هجيب لكم فلوس منين علشان اديكم ازود لكم مرتباتكم. لو كفلت ليا حريه الاعلام اني اقدم الحقيقه اللي في الشارع، انا هجيب اعلانات بلغه السوق كتير جدا، بالتالي هقدر اوجد دخل. مش متفق معايا ولا مختلف معايا يا استاذ ابراهيم؟ طيب على اي حال ده كله بيصب في خانه تقديم مقترحات، وخانه ان الحريه هي شيء مطلوب، لان يفترض ان هي الاساس اللي بتقوم عليه صناعه الاعلام، بس لا يجب طبقا للتاريخ اللي انت بالذات شاهدته في الاذاعه على مدار السنين اللي فاتت، لا يجب ادخال مبدا الماده، لانه مهم جدا. الراتب لكل اذاعي مذيع او معد او مقدم او محرر يعني في النهايه مقسوم نصين، نص الاساسي وده قليل، ونص البدلات. استاذ يوسف، تم تلخيص المشكله الحاليه في مبنى الاذاعه والتلفزيون فانها مشكله ماده فقط، فان احنا عاملين طبعا لا المطالب ليست مطالب ماديه، واذا كانت يعني حتى نعلق على المطالب الماديه هناك تدخل وضحناه سواء للواء طارق مهدي او للدكتور سامي الشريف ان الذين اتوا لكي يعملوا في هذا المبنى من الخارج. وبالمناسبه انا مذيع بقطاع الاذاعه، الا ان كان لي فرص ان عملت في 4 قطاعات اخرى بالمبنى، قطاع التلفزيون بالتحديد في القناة الفضائية المصرية، في النيل للأخبار عندما كانت تابعة للمتخصصة، وعندما كانت تابعة لقطاع الأخبار، وكنت مدير مراسلين برنامج من قلب مصر اللي هو تابع للمتخصصة ولصوت القاهرة مناصفة. يعني انت محظوظ يا محمد، لان معنى كده ان دخلك كويس قوي. دخلي من المبنى واعترف بده، انا كنت باخد مرتبي اول كل شهر 10-15 ضعف اي زميل ليا في قطاع الاذاعه، وباخده اول كل شهر، في حين انه العاملين في القطاع ده متخصصه مثلا كانوا بيقعدوا ب9 شهور ما يقبضوش. وده طبعا صوره من صور الدخل الاداري اللي ربما موجوده، لكن على الحال مش هنركز عليها. انت كنت حابب تضيف شيء؟ انا كنت عايز اقول انه استمر العاملون في المبنى من الخارج بنصف اجورهم، وهذه الاجور غير يعني الجزيره ما حتى الان الجزيره ما بتدفعهاش لمزعجها، في الوقت انه في حاجات يعني لوجيك كده بتقول انه لازم نعيد النظر. مثلا وحده تقارير في واحده من البرامج اللي موجوده ليها 5 مديرين، اقل مرتب مدير فيهم 5000 جنيه واعلى مرتب 15000، في الوقت ان الوحده فيها 12 بني ادم، 5 مديرين بيديروا 12 يعني 46% تقريبا. على سبيل المثال البرامج منها المخرج بتاعها من الخارج، وقابض في مصر انه كان في اليوم الفلاني اخرج الحلقه الفلانيه، في الوقت اللي هو كان بيخرج برنامج اخر في دبي، وجواز سفره بيشير الى انه كان بيخرج في دبي. طب على اي حال هي كلها وقائع تستحق ان يعني تبحث وتقدم لمن يهمه الامر، ولكن في النهايه مساله ان قطاع الاذاعه وقطاع الانتاج وقطاع الهندسه الاذاعيه قطاع التلفزيون بقنواته وقطاع القنوات المتخصصه، المنظومه توسعت وتشعبت، وفي النهايه هل سيكون الحل من خلال تكوين نقابه ام ان الموضوع ده لسه ما زال بعيد المنال؟ النقابه لسه ليها وقت طويل. الاهم دلوقتي في بقى شغالين عليها برضه، يعني هو احنا بنشتغل في مسار تكوين النقابه، لكن النقابه محتاجه اجراءات. نقابه لمسير ام كل قطاع؟ نقابه لا بس للاعلاميين الممارسين اللي هم اللي بيقفوا على الكاميرا، المذيع، المعد، مقدم البرامج. ما انا يعني اصل الموظف التضخم الاداري اللي عندي هو مش جزء من المنظومه الاعلاميه، هو جزء عامل، هو بيساعدنا، لكن مش هو اللي بيحط لي سياسه الدوله الاعلاميه، مش هو اللي بيحط لي الخطوط اللي همشي عليها. المفروض ان دي حاجه يعني فنيه جدا خاصه بالعاملين نفسهم في المهنه، مذيعين، مقدمين برامج، معدين، مصورين، مهندسين صوت، ده تكوينهم، دي مهنتهم. بالمناسبه هناك رقم خاص بهؤلاء ان صح ثم عددهم في المبنى، سمعنا انه حوالي 4500 من 43000. يعني احنا كل مذيع او مقدم برامج او الى اخره بيخدم عليه مثلا 9 من الاداريين. اكثر 128. طيب النسب العالميه بتقول ان في قصاد كل 124، يعني صحح اذا كنت مخطئ، قصاد كل 124 مهنه فنيه في اداري واحد.
احنا العكس. احنا عندنا قصاد كل إداري يعني فني في 128 تقريبا او 30. وعلى اتحاد انا احب انوه ان حاولنا اكثر من مرة الاتصال بالدكتور سامي الشريف اللي هو رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون من اجل الرد، يعني لان نتمنى على هذا لا يجوز ان نعرض فقط وجهة نظر واحدة، وانما يعني الشاشة مفتوحة لكل الاراء وتعذر الوصول اليه. بالامس في اذاعة الشرق الاوسط انا نقلت الاعتصام كشيء اخباري نيوز، نقلته على الهواء ووضحت مطالب الناس. واتصلت بالدكتور سامي ما ردش، فاتصلت بعت له رسالة من تليفوني الخاص، وانا فلان الفلاني من اذاعة الشرق الاوسط، احنا بنغطي الاعتصام اللي ضدك، فارجو ان حضرتك ترد. رد عليا حد سالته حضرتك مدير مكتبه دكتور يعني جاي من الخارج ايضا، فقال لي لا انا يعني مساعد ليه لغايه دلوقتي لسه الاجراءات القانونيه ما تمش. طيب احنا عايزين الدكتور ثاني يكون معانا علشان يرد على السؤال. قال في اجتماع يعني برضه الموضوع هام واحنا برنامجنا 3 ساعات، فيعني قال لي اصل هو مش عارف هيفضى قبل نهايه الاجتماع ولا لا. طبعا على حال يعني هذا حدث مع اذاعه الشرق الاوسط اللي هي تحت رئاسه الدكتور سامي الشريف، لكن على حال احنا بالنسبه لنا كشاشه الجزيره حريصين على عرض كل وجهات النظر. وقبل ان اختم احب ان استمع لابرز المطالب بالنسبه للعاملين في اتحاد الاذاعه والتلفزيون. احنا الاول احنا جايين من الاعتصام اللي موجود داخل المبنى. هناك حالة من الاجماع. اسمح لي محمد، كم عدد المشاركين؟ حوالي 500 دلوقتي. احنا اعداد بتزيد وبتقل، يعني في ناس بتكمل الاعتصام وفي ناس بتروح وترجع لنا ثاني يوم وهكذا. انا بس عايز اؤكد ان هناك مطالب كثيره لكن اولا اقاله الدكتور سامي الشريف. رقم 2 إقالة كل رؤساء القطاعات الذين تسببوا في الفساد داخل هذا المبنى ومحاسبتهم. الإقالة ليست فقط على المخالفات المالية لكن أيضا على المخالفات في العمل الإعلامي الجيد اللي يسوق صورة الإعلام المصري في الخارج. هم مسؤولين عن اللي حصل في إدارة الأزمة اللي فاتت. رقم 3 إن احنا نعمل مجلس من الإعلاميين سواء من الداخل أو من الخارج. في أسامي مقترحة واحنا مقترحين لهم 13 اسم: أستاذ حمدي قنديل، أستاذ ميرفت رجب، أستاذ صلاح نجم، أستاذ شفيق شلبي أو الإذاعي شفيق شلبي، أستاذ حافظ المرازي، الدكتور عمار علي حسن، الدكتور عمرو الحمزاوي، الدكتور عمرو الشريف. انتم نتفقوا مع كل هذه الشخصيات المقترحة بدون ان نسبق؟ احنا بعثنا هذه الأسماء بناء على طلب من المجلس العسكري انه رشحوا لنا اسماء. احنا ما عندناش غير الدكتور سامي، فانتوا رشحوا لنا اسماء وهاتوا عليها توقعات واحنا هنجيب لكم اللي انتوا عايزينه. وبعد ما اللواء طارق اتفق معنا على ذلك، وبعد ما كان في اعتصام فض على وعد ان يوم الاحد هيتم تغيير القيادات ويحصل ده، لم تتحقق اي شيء. تم تغييره هو بالاضافه الى انه وده سر تمسك بيه. الراجل ده كان جاي يعمل لنا لائحه، فجاي يعمل حاله من العداله الاجتماعيه وجاي في مهمة مؤقتة. احنا ضد ان يكون عسكري هو اللي بيقود المبنى، لكن في النهاية احنا معاه لحين انهاء عمله اللي مكلف بيه. طيب انا يعني هتوقف مع اتصال هاتفي من السعودية. احمد اتفضل، لديك مقترحات؟ احمد تسمعني؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يعني عندي اقتراح صغير كده، ما اعرفش هل ينفع ان انا اقترح ولا لا. احمد اكيد ينفع بس ارفع صوتك. الو الو احمد انا اسمعك. والله انا اتفرجنا على مقاطع في اليوتيوب وكده على ان الناس اللي مش عاجبها حد بتطلع وتقول له لو سمحت اتفضل اطلع بره، واحنا عندنا المكان بتاعنا والناس بتخرج بكل هدوء. فمش عارف يعني ليه احنا بنقعد نستنى لغايه ما المشكله تتفاقم بالشكل ده. يعني شايف ان في اعتصام بقى له حوالي اسبوع ومفيش حد لسه يعني. طب انت تقترح ايه يا احمد؟ نعم انت تقترح ايه؟ انا اقترح ان هم يخشوا على الاستاذ عبد اللطيف البناوي مثلا كمثال، قول لو سمحت احنا متشكرين قوي، وادي زميلنا اللي الحين في قطاع الاخبار اتفضل يقعد مكانه واتفضل حضرتك مشكور ومش عاوزين الخدمات. ادي كل الموضوع. يعني انا اسف بس في الكلام. شكرا لك احمد، يعني شكرا على هذه المداخله على هذا الاقتراح، لكن مدى ان هو يعني ده يبقى هي هو القوات المسلحه تسلمت المبنى وهي اللي بتدير الامر. ولكن النهارده فوجئنا الحقيقه بلقاء غريب من سيادة اللواء اسماعيل ياسمان رئيس إدارة الشؤون المعنوية، ان هو مفترض انه جاي نتيجة لانه هناك اعتصام وجاي يهدي المعتصمين.
ففوجئنا انه اخذنا في اتجاه اخر خالص، انه مصر ولابد ان نتعامل مع الشرطه في الشارع، واحنا بنحاول نوفر القمح. ماشي، استمعنا الى كل الاشياء التي لابد ان نتحلى بها وان نكون وطنيين، وان المفترض ان احنا مش وطنيين. بعد ما انهينا هذا الكلام انا سلمت المهام للدكتور سامي الشريف اللي هو رئيس الاتحاد، لان اللواء طارق عنده مهام اخرى في المجلس العسكري، سلمناه المهام وهو هينفذها. فقلنا له احنا اصلا رافضين الدكتور سامي الشريف. كانت اخر عباره ليه بعد ما احنا ذكرنا احنا ليه رافضينه ورافضين القيادات، قال مش بمزاجكم. امال بمزاج مين؟ هو يبدو ان الموضوع شائك على اي حال. هل سيظل الاعتصام مستمرا؟ بالمناسبة اعتصامنا بس علشان ما حدش يتصور او يصور لي ان الاعتصام ممكن ان احنا نوصل بيه لمرحله ان احنا نخش نضرب القيادات او نطلعها من مكاتبها. الناس بتطلع تشوف شغلها وتنزل تكمل. يعني انا ومحمد النهارده كنا في الاذاعه، عندنا شغل الصبح، خلصنا ونزلنا وروحنا. يعني انا روحت بس محمد ما روحش، محمد فضل قاعد شويه وبنمارس مهامنا، بنشتغل عادي على اي حال في انتظار الحل. شكرا جزيلا لكما، يعني محمد حسان من اذاعه الشرق الاوسط واحمد نايم من اذاعه الاغاني. يعني تحدثنا عن مشاكل الاعلاميين داخل مبنى مسبيرو واخر التطورات. اشكر لكم حسن المتابعه، دمتم في امان الله، الى اللقاء. كل نوافذ الجزيرة باتجاه الحدث وتفاصيل الجزيرة دوت. صفحة الجزيرة على الفيسبوك وعبر تويتر. شارك دوت الجزيرة دوت. خدمة الجزيرة موبايل.